بقول لكم معلومه جاتني الحين ومتاكدين منها، بس ما راح نعرض المعلومه كامله علشان ما نسوق للموضوع. في موقع الكتروني الان في هاللحظه عارض تذاكر مباراه الاتحاد والاهلي للبيع مزاد. طبعا ما راح نذكر الرابط عشان ما نسوق الموقع، لكن الشباب في الاعداد دخلوا وجتنا معلومه، تاكدوا يا شباب، دخلوا تاكدوا من الموضوع، وفعلا في موقع الكتروني الان كذا عيني غير رياضي، ما له علاقه بالرياضه ولا له علاقه باي شيء في الرياضه، حاطط تذاكر الاتحاد والاهلي لمن يريد، وكاتب كذا بعد للجادين فقط، يعني ما يبغى يضيع وقته والشباب. بصراحه احنا ما راح نجيب الرابط الان على الشاشه عشان ما نسوق الموقع، بس قلت الشباب تاكدوا كانوا تركي التذاكر موجوده وحاط التليفونات وللجادين. هذا يؤيد كلام ابو عبد العزيز انه للاسف الاليه اللي تبعتها اداره نادي الاتحاد في توزيع التذاكر كاتب اسعار منافسه لانه ببلاش جايتهم، الاسعار موزعه مجانا، انه الاليه التوزيع اليه قديمه وعفى عليها الزمن، وللاسف يعني وقال ابو عبد العزيز انه حيحضر جمهور غير جمهور اتحادي من حصه الاتحاد في التذاكر، وهذه احد الشواهد يعني. طيب عموما احنا ما نبغى نجيب الموقع، بس زي ما قلنا لكم مساله صراحه يعني كارثيه لابعد الحدود. طيب خلينا نشوف الموقع اللي عليه اللي قلنا عليه قبل شوي، حجبنا اسمه وشلنا كل التفاصيل، وبنوريكم اللي موجود على الشاشه. نظهرها بس يا شباب، السيارات دي نظهرها على الشاشه لو سمحتوا نشوفها. تذاكر مباراه الاهلي والاتحاد بواسطه البلاش او البلاش قبل 3 ساعات، طبعا حاطط رقم الاعلان. يوجد تذاكر مباراه الاهلي والاتحاد، تذكره واحده ب 200 ريال، المتبقي 20 تذكره فقط، لا يجيني الا جاد. تذكره ببلاش يبيعها 200 ريال، 200 في 10 ب 2000 ولا لا؟ ب 2000 ريال نعم. يعني 4000 ريال من ولا شيء، وما يبغى حد. هذا المتبقي فقط، الله اعلم كم كان عنده. يعني خلينا نقول ممكن طلع له من هالمباراه والله مبلغ كويس والله العظيم. يعني هذه تسريب. تذاكر الاتحاد تسربت مباراه الديربي القادمه. الاتحاد كان يامل انه يكون 92% من المدرجات تهدف باسم الاتي في المباراه. انا اعتقد حيكون فيه يعني جزء كبير من المدرج اللي كان الاتحاد يطمح انه يكون حيكون محايد. ربما يعني الاتحاد يجد نفسه جمهوره محصور في نصف الملعب او في حدود هذا النصف.